الجزائر تتعثر أمام غينيا بتعادل سلبي لتتوقف عند 19 نقطة، ويفتح الباب على مصراعيه لمطاردة شرسة. الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026، جولة قلبت الأوراق وتكشف أن السباق لم يحسم بعد. في كومبالا، أوغندا ترد هي الأخرى وتفوز 2-0 على الصومال وترتقي إلى 15 نقطة لتعلن رسميا بقائها في دائرة المنافسة. وموزمبيق تضرب بقوة وتهزم بوتسوانا بثنائية نظيفة لترفع رصيدها إلى 15 نقطة وتؤكد أنها لن تترجع عن حلم المونديال. الترتيب بعد الجولة الثامنة: الجزائر أولا ب19 نقطة، أوغندا ثانية ب15 نقطة بفارق الأهداف عن موزمبيق، الثالثة ب15 نقطة أيضا، غينيا رابعة ب11 نقطة، ثم بوتسوانا ب9 نقاط، والصومال في ذيل الترتيب بنقطة واحدة. الحسابات بعد هذه الجولة مشتعلة. الجزائر ما زالت الأقرب للتأهل، نقطة واحدة قد تضعها على أعتاب المونديال في حال تعثر المنافسين الأقرب أوغندا موزمبيق، لكن موزمبيق وأوغندا تطاردان بشراسة ولا يستسلمان بسهولة. الجولة التاسعة لن تكون مجرد مباريات، إنها معركة حقيقية. الجزائر تلعب خارج أرضها ضد الصومال من أجل تأكيد الصدارة، والفوز يحلق بها رسميا إلى المونديال. أوغندا في تنقل محفوف بالمخاطر إلى بوتسوانا وتحلم بالمفاجأة الكبرى، وموزمبيق يستقبل غينيا في لقاء حاسم ومن أجل الانقضاض على أي تعثر. الآن السباق يشتعل أكثر من أي وقت مضى، الجزائر في المقدمة ولكن الخطر يقترب من الخلف. الجولة التاسعة هي ساعة الحقيقة الأولى، ونتمنى أن يحسم فيها المنتخب الجزائري التأهل وإنهاء جميع الحسابات